بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مباراة الزمالك وطلائع الجيش اللي انتهت 2-2. مباراة عجيبة وغريبة وفيها عبر كتيرة وفيها دروس مستفادة. كتيرة. مفروض لعيبة الزمالك وإدارة الزمالك تستفاد من المباراة دي وتتعظ عشان الكلام اللي حصل ده ما يتكررش تاني. طبعا الطلائع اتعادل مع الزمالك 2-2. تقدم الطلائع الأول بجون، بعدين الزمالك اتعادل، بعدين الزمالك اتقدم، وبعدين الطلائع اتعادل. فيعني سير الماتش ما يعبرش على ان ده نادي الزمالك. ما يتخطفش الزمالك كده، او دفاع الزمالك ما يتخطفش بسهولة كده. وبعد ما تعادل وبعد ما تقدم ما ينفعش برضو الدفاع يبقى مفتوح بالشكل ده وشوارع عشان الطلاع يجيب الجون التاني بسهولة. برضو المدرب كبير، لكن المدرب بصماته مش هتظهر بعد يوم ولا اتنين، او بعد مباراة ولا اتنين، لكن لعيبة الزمالك هي اللي موجودة. ده احمد مجدي في ماتش المصري لعب كويس، لعب حلو وفاز. نيجي مع المدرب اللي هو جاب للنادي بطولة الكونفدرالية، تبقى ده حال اللعيبة؟ ولا اللعيبة مش عاجبها المدرب الجديد كريستيان جروس؟ طيب، هو في بعض ملاحظات لابد انها تتقال وتتعرف عشان يتم التخلص منها ويتم تعديلها. المثل بيقول يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا فرحني وفرح الناس فيا او ضحك الناس عليا. لعيبة الزمالك عندها استهتار، عدم جدية. في البداية كده يجي في الجون ماشي، اتخطفت، اتعادلت وتقدمت، رتب نفسك بقى كلعيبة، انتوا كلكم لعيبة دوليين، فرتبوا نفسكم وكل واحد يبقى في مكانه، والهجمة تطلع منتظمة من ورا لقدام زي ما الكتاب بيقول، وزي ما اي حد عارف. انت اتقدمت 2-1، كل واحد في مركزه، والكرة تطلع من رجل لرجل، ومفيش رعونة، مفيش تسرع. لكن اللي شفناه كان دفاع متهور مندفع للهجوم وبس، ومش مهم عنده ان يحمي منطقته امام خط المرمى. طبعا عواد ما كانش في حالته، مش عارف ليه. هل بيفكر في التجديد ولا بيفكر انه يتنقل ولا ايه؟ مش عارف. حالة عواد ومحمد صبحي منسي، محدش بيجيب سيرته ولا فكره، ولا هو بيهتم بنفسه عشان يرجع لوضعه الاولاني. خط الوسط مفيش ربط صح بين الدفاع والهجوم، ومفيش مساندة للدفاع في الهجمات اللي على الزمالك. يعني خط النص دوره ايه؟ دوره يربط بين الدفاع والهجوم ويساند. لما يكون علينا هجمة او على الزمالك هجمة، ي... يسند مع الدفاع ويقفل مع الدفاع ويفسد الهجمات اللي جايه على فريقه. لما يكون الزمالك بيهاجم، طبيعي انه يخش لقدام ويتقدم ويساعد الهجوم. لكن خط الوسط يعني كان تعبان. نقطة تاني ان لاحظنا في رعونة في التسديدات، تسديدات طايشة كتير من المهاجمين امام مرمى طلائع الجيش. فيعني بصراحة ماتش المفروض للنسيان، بس ده تاني ماتش على التوالي الزمالك اتعادل فيه، فما ينفعش هنقعد هنكر بقى وهم الدور الاولاني
بيجري، الدور الأولاني بيجري. نقطة تاني، إن المفترض إن الجمهور غضبان وزعلان، وده حقه، شيء طبيعي. الجمهور لما يزعل بيزعل على فريقه، بيزعل على ناديه. طب النتيجة إيه؟ تبقى اللعيبة تكون عندها إحساس، تعرف تتعامل كويس مع الجمهور، تعرف تتعامل مع الجمهور كويس بالذوق وبالأدب، لأن النادي لجمهوره، الجمهور هو صاحب النادي. اللاعب ممكن يلعب سنة سنتين ويمشي، انما الجمهور يمشي يروح فين؟ الجمهور هو صاحب النادي. ما ينفعش التعالي على الجمهور والكبر على الجمهور، زي اللي حصل من الكابتن سيف الجزيري. بيرد بألفاظ نابية، ألفاظ يعني ما تتقالش. مشجع زعلان وغضبان انفعل، ما شتموش لا بأمه ولا بأبوه ولا جرح، بقول له روح شوف لك شغلة في مكان تاني، روح شوف شغلة في مكان تاني تلعب فيه. قال له ايه بقى سيف الجزيرة؟ قال له هلعب عند نقط، وقال لفظ يعني ما يتقالش عشان الناس اللي بتتفرج علينا. فسيف يا جزيري، الزمالك باقي، انت ماشي، مشيت النهاردة، مشيت بكرة، مشيت بعد سنة، مشيت بعد 10 سنين، انت ماشي، والنادي باقي لجمهوره. فسيب ذكرى حلوة للجمهور عشان يفتكرك بيها. فالغضب غضب كاسح وعارم، والجمهور غضبان على الإدارة، بيقول لك واحد اتنين، الإدارة فين؟ عنده حق، لأن المفروض الإدارة تركز على فريق الكورة، تشوف احتياجاته ايه، واحنا داخلين على يناير، تشوف كل مركز محتاج ايه، مش تشوف اللعيبة الفري تجيبها. اي لعيب فري نجيبه. هو احنا يعني بنعد القايمة تبقى مليانة وخلاص؟ في مراكز مثلا فيها 5 6 لعيبة، وفي مراكز ما فيهاش لعيبة. فالإدارة تتقل في النادي، والإدارة كانت عارفة قبل ما تنتخب وقبل ما تيجي، كانوا بيقولوا ايه؟ احنا عارفين كل مشاكل النادي ومعانا الحلول. الإدارة بتدفع ديون المتلتلة بتاع الإدارات اللي فاتت، تشكر، لكن برضو واجب عليها تنفذ الكلام اللي قالته. عارفة مشاكل النادي ايه؟ ما هو الديون مش كل حاجة، مش هنقعد ندفع ديون وما نهتمش بالفريق. ندفع الديون ونجدول الديون ودي نقطة مضيئة، يعني مش عشان نبقى بنهاجم الإدارة وخلاص، لا، دي نقطة تتحسب للإدارة. لكن في نفس الوقت ما جيبش أي لعيبة فري عشان يبقى عندي عدد وأسامي. ما كانت إدارات قبل كده بيعملوا شادر وصوان للعيبة، يجيب لك 12 13 15 لعيب، في آخر السنة يمشي منهم 10، ولا في النص التاني من السنة يمشي 10. لا، مش أي لعيب فري تجيبه، هات احتياجات الفريق، هات 2 3 لعيبة يشدوا الفريق ويكونوا أعمدة للفريق وعصب للفريق، مش أي حد. مبقاش فيه تكدس في مراكز ومراكز فاضية. عشان ما نطولش على حضراتكم، عايزين نقول جملة، بس الجملة دي حقيقي مش زي ما اللي بيقولوها. الزمالك نادي كبير، ومن أكبر قلائع موجودة في مصر، من أكبر القلائع الرياضية الموجودة في مصر. قلعة رياضية كبيرة، من أكبر القلائع الرياضية اللي موجودة في مصر، ده حقيقة. فلازم نحافظ على هذه القلعة الرياضية الكبيرة، لأن بدون زمالك يعني بتبقى المركب أو العربية ماشية بجنب،
لازم لازم يبقى الزمالك موجود. بعدين اقول كلمة بقى لإدارة الزمالك واللعيبة الزمالك: اتقوا الله في الزمالك، اتقوا الله في الزمالك، اتقوا الله في الزمالك. ونتقابل على خير إن شاء الله في مباريات قادمة، ونقول سلام عليكم.